العاجل. نرحب بضيوفي الكرام على رأسهم زملائي الكرام اللي يرافقوني طيلة هذه المواسم من الموسم الأول إلى الموسم الثامن. نبدأ بسمير العماري، أهلا وسهلا بك. مرحبا. السلام عليكم أزول في الله. أزول سمير. نرحب برشيد عباد زميلي أيضا وصديقي الإعلامي والناقد الرياضي، أهلا وسهلا بك. مساء الخير دوان. مساء الخير دوان. أنا خلاتني الدخلة تاعك اليوم ماشي موالفة كاع. لا لأنه tu as fait une entrée un peu fracassante on dirait راك تهضر au fond de toi. ماشي غير أنا كامل. لا على كل حال كاع رانا نشعلوا الكاع. لكن اليوم الدخلة تاعك ماشي موالفة يعني تخدم لأنه اليوم يوم كنا ننتظر، كنا نعلم أن الأمور لا تسير على أحسن ما يرام، لكن البعض كان يكذب على الشعب الجزائري ويقول لا عندنا إمكانيات والجزائر ستكون في المكتب التنفيذي للكاف. موتسيبي برومانا موتسيبي وراح ينسحب الشلماني، البارح قال لك الشلماني ينسحب والجزائر ستفوز، لكن اليوم كانت الحقيقة، ساعة الحقيقة دقت وإن هزمنا شر هزيمة. علي بن شيخ أهلا وسهلا بك، مساء الخير. السلام عليكم. الوحيد اللي ربما كان ينتظر هذه النتيجة، ما كانش متفاجئ لما حدث اليوم ولا لما حدث في منتخب أقل من 23 سنة. أنا واش حيرني ماشي ليليميناسيون هذه تاعو، محيرني أنت اللي راك زعفان وتهضر خلاص يا بلو ريان ندير دوكاتيك، دونك علاه نزعف؟ ما نزعفوش، هاي سهله على كل واحد، سي كوم سا وخلاص. على كل حال لازم نناقشوا هذا الشيء، لازم نناقشوا ونزعفوا لأنه تغيظنا شوية. على كل حال نبداو على بركة الله ونبداو مع خبر مفرح، على الأقل فيه خبر مفرح، هو مجموعة الجزائر، المجموعة التي كانت القرعة اليوم رحيمة بالجزائر، والجزائر